جاء فقير إلى باب غني من أغنياء الدنيا. كان الفقير تعود في كل سنة أن يأتي لهذا الغني فيطرق بابه فيأخذ ما تيسر من رزق. جاء ذات يوم فطرق الباب فقالت له المرأة: إن الرجل الغني صاحب البيت نائم، فاذهب وارجع غدا. ذهب الفقير وفي داخله حديث يقول: كيف أتوجه وأقصد من ينام عني؟ أو تقول زوجته: إنه نايم، والله لأذهبن إلى من لا ينام ولا يحق له أن ينام. فتوجه للمسجد. دخل الفقير بيت الغني، دخل العاجز بيت القادر، دخل المحتاج بيت الصمد جل جلاله. دخل المسجد، صلى ركعتين، بسط يديه إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقص القصة. قال: اللهم إنه كان فيما مضى آتي لهذا الغني فيعطيني، واليوم وجدته نائما، اللهم إني. كومنت اللي جبتو يسادبال، سمهن يعطفال، سحر يسربሃል፣ እንደዛ ነጋዴ ሊያሰክርህ ይመጣብሃል። መጥፎ ሰዎቹ ይራመዱታል። ሌላው ሲፈጠር ዋጥ استغفار ያደርጋል፣ ዱዓ ያረጋል ውስጡ እንዲወጣ። አላህ ሆይ ለሱ ሰጠኸዋል ለኔም ስጠኝ፣ ለኔም ሙላልኝ ለሱ እንደሞላህለት። አስተግፍሩላህ ለተሰማይ ስሜት ከራሱ ጋር ፍልም ያደርጋል። አራተኛው ሰውየውን ተውና አላህን ጠይቀው። ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض። አንዳችሁ ለአንዳችሁ አላህ ያበላለጠው ነገር አትመኙ አለና አላህ አስከትሎ ወስአሉላህ ሚን ፈድሊ፣ አላህን ከችሮታው ለምኑታል። ለዛ ሰው ከሰጠው ሀብት በላይ አላህ ይሰጣል፣ ከሰጠው ዒልም በላይ ይሰጣል። ከሱ የተሻለ ትዳር፣ ከሱ የተሻሉ ልጆች፣ እህቶችን ብትሆኑ ከሱ የበለጠ ቁንጅና። ሕስኑን ተውት፣ የሌላውን አትመኙት፣ ወደ አላህ እጃችሁን መልሱት። ጸጋ ደግሞ ለተቸርከው ወንድሜ ሶስት ምክሮችን ልቸር። መጀመሪያ ጸጋ የተሰጠው ሰው ሐሲድን የሚከላከለው ራሱ ነው። መጀመሪያ ካለህ ነገር አካፍለው። አንዳንዱ እሱ ይዛል፣ ሌላው ችግር ውስጥ ነው። ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ዘመድ፣ ጎረቤት፣ አብሮ አደግ። እሱ ዛ ጥቁሩ መኪና ላይ ነው ያለው፣ እነዛ ደግሞ በእግራቸው እንዴት ሕስድ አይገባቸው። ለዛ ነው አላህ ቁርአን ለነብዩ ኹዝ ምን አምዋልህም ሰደቃል፣